اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه اجمعين. لو اول مره بتتفرجوا على قناتي انا يوميات سمر، يلا بقى فعلوا زر الجرس واعملي اللايك الجميل بتاعك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معانا زي ما انتوا شايفين كده السمك اللي هو الصغير، اللي هو في ناس بتقول عليه سردين وفي ناس بتقول عليه بسارية واللي انتوا بتقولوا عليه. بس هو ايه سمك السردين او زي ما انتوا شايفين اهو، غسلناه جامد جدا بميه جاريه، وهنشيل بقى الراس بتاعته او زي ما انتوا شايفين هنشيل الراس والبطن بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. واللي عايز يعمله براسه عادي مفيش اي مشكله، واللي عايز يعمل ما يشيلش البطن بتاعته، بس انا بنضفه، بشيل الراس بتاعته وبشيل البطن بتاعته عشان يبقى كده زي ما انتوا شايفين. طريقه سهله وبسيطه وسريعه ومفيش فيها اي حاجه، وما شاء الله كله كلسم وغذا وجميل جدا اهو. كده بعد ما نضفنا الكميه كلها وشلنا الراس بتاعتها وشلنا البطن بتاعها، معانا بقى التوابل زي ما انتوا شايفين كده: شطه، كزبره، كمون، كركم، ملح اهو. البهارات بتاعتنا الجميله كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. هنرشها طبعا عليه كده بالشكل ده كده اهو. هنرش بقى كل التوابل بتاعتنا بالمنظر ده كده، وهنعصر برضو ليمون. لو وصلت معايا لغاية كده ما تنسيش الكومنت الجميل منك والاشتراك واللايك، وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتشجعوني كده. ومعانا بقى هريسة اللي هي هريسة التوم، طبعا معروفة: توم وفلفل اخضر، فلفل حامي، شطة، زي ما انتوا بتعملوها يعني. اللي عايز الطريقة برضو موجودة على قناتي على اليوتيوب، ابعتولي في التعليقات وانا اقول لكم على الطريقة بتاعت هريسة الشطة. وهنقلب طبعا كل ده مع بعض. ومعانا صينية زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط بقى فيها الزيت بتاعنا اهو. طبعا هندهن الصينية بقى، قاع الصينية من تحت بالزيت اهو. وهنوزع الزيت بتاعنا اهو، هنوزع الزيت بتاعنا بقى حلو كده. بعد ما وزعنا الزيت بقى في الصينية كلها، هنرص بقى السمك بتاعنا واحدة واحدة كده، واحدة جنب واحدة اهو. هنخلص بقى كمية السمك بقى كلها، نرصه بقى واحدة جنب واحدة كده في الصينية. والله الطريقة دي لو جربتوها بصراحة هتعتمدوها، ما شاء الله جميلة جدا وسهلة جدا وبيبقى طعمه جميل كده. بقى بعد ما دخل الفرن، شايفين الشكل عمل ازاي؟ حطيناه طبعا بقى في الفرن يستوى.